الكلب الذي كان حارس جلالة الملك اسمه أبوتيو. أمر جلالته أن يدفن بطقوس احتفالية، وأن يمنح تابوتا من الخزانة الملكية وكتانا فاخرا وبخورا وزيوتا عطرية، وأن يبنى له قبر بيد البنائين الملكيين لكي يكرم أمام الإله العظيم آنوبيس. الكلمات دي مش من أسطورة، ده من نقش حقيقي اكتشفه العلماء سنة 1935 جنب هرم خوفو في الجيزة، وعليه اسم أول كلب نعرفه في التاريخ، أبوتيو. من أكتر من 4000 سنة الملك المصري أمر بأن الكلب يدفن زيه زي أي إنسان نبيل، بتابوت وكفن وبخور، لأن المصري القديم ما كانش بيشوف الكلب أداة أو حاجة أقل منه، كان بيشوفه رفيق وصاحب في الحياة الأولى وفي الحياة الأبدية. العلاقة بين الإنسان والكلب ما هياش موضة ولا حاجة بدأت في العصر الحديث ولا حاجة استوردناها من الأوروبيين، ده جزء من جذورنا، من حضارة فهمت من آلاف السنين إن الوفاء يستحق الخلود، وإن الإنسان مش لوحده على الأرض، وإن الحضارة مش مباني ونقوش بس، الحضارة قيم نبيلة وسلوك رحيم.